ومنها بعض الأمراض وبعض الأدوية قد تسبب سيولة في الدم وتعمل نزيف. الكبسولة، دقيقة لصحتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن سيولة الدم أو عن النزيف. النزيف برضو عشان نعالجه لازم نعرف سببه ايه. النزيف ليه أسباب كتير، منها أسباب مكتسبة ومنها أسباب وراثية. طبعا الأسباب الوراثية في معظمها حاجات نادرة يعني، لكن لازم تتعرف عشان لها علاج، والمفروض إن علاج مدى الحياة. ومنها بعض الأمراض وبعض الأدوية قد تسبب سيولة في الدم وتعمل نزيف، زي أدوية السيولة، زي الأدوية المسكنات ممكن تعمل، وأمراض الكبد ممكن تعمل. فلازم نعرف سبب السيولة إيه عشان نعرف نعالجها. أشهر أسبابها هي نقص الصفائح الدموية، ونقص الصفائح ليه أسباب كتير برضو، منها أسباب وراثية وأسباب مكتسبة، ومنها أسباب في النخاع وأسباب مناعية. فكل سبب ليه علاج، فالمفروض ان انا قبل ما ابدا علاج للكلام ده لازم ابحث السبب فين واعرف اعالجه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عيادات روح الحياة، رسالة سامية وخدمة راقية.